في يوم من الأيام كانت الكهرباء طافية في صنعاء، وفعلا تيجي أوقات لما كنت أنا في صنعاء كانت الكهرباء تنطفي جزئيا في صنعاء، وبعض الأحيان تنطفي كليا، ظلام دامس يا جماعة. يقول في ذيك الليلة كان الكهرباء طافية، يقول كنت أنا أسوق التاكسي الساعة 10:30 بالليل. يقول اتصلت علي أختي، هم يسمونها في صنعاء كريمتي، يا الله على هذا اللفظ الجميل كريمتي. يقول كلمتني وقالت في أغراض أبغاك تجيبها من بيتنا، بيت الوالد، تجيبها بيتي. هي متزوجة طبعا. وين بيتها؟ بيتها في شارع الستين، أيضا شارع الستين شارع كبير ومعروف في صنعاء. تجيب لي إياها. قال أبشري أبشري ولا يهمك. وفعلا راح لبيتهم وأخذ الأغراض واتجه لأخته حتى يعطيها الأغراض في شارع الستين. يقول رحت لأختي ونزلت لها، عطيتها الأغراض وسلمت عليها ومشيت. يقول وأنا راجع، طبعا هو وين ساكن؟ ساكن في حي اسمه نقم، ويبغى يمر عن طريق الحصبة، أيضا منطقة في صنعاء اسمها الحصبة. وما أجمل هذه الذكريات، ذكرني الأخ رامي بصنعاء الجميلة. يقول وأنا راجع وظلام دامس، فيه واحد أسود البشرة يأشر لي. يقول وقفت. يقول كنت أنا في ذيك اللحظة يا أخ علي مخزن قات، القات مخزن قات ومروق وعلى سنقة 10 مثل ما يقولون، وكان الجو بارد، وكنت رافع نوافذ السيارة كنت رافعها. يقول المهم وقفت عند هذا الرجل، فتحت النافذة اللي بجانبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا أخي تأخذني معاك الشارع مازدا؟ يقول الأخ رامي إنه شارع مازدا على طريقي. يقول قلت له طيب تفضل. يقول أنا من عيونه حسيت بقشعريرة، ما ارتحت له. يقول ركب معي. يقول الرجل ريحته ما هي كويسة، يقول متبخر بشيء ما هو كويس، ريحة عفنة، ريحة ما هي كويسة. يقولوا على يده اليسار 3 خواتم أو خاتمين كذا. يقول وأظافره عليها مناكير لونها أسود أو حنة، يقول لونها أسود. يقول الرجل راكب جنبي. أنا صراحة يقول تضايقت، لأني لاني قادر أفتح الدريشة لأنه برد وأنا مخزن قات ومعرق، ولا مشكلة يعني. يقول مشيت، توكلت على الله ومشيت. يقول دخلنا في حي اسمه النهضة، حي النهضة كانت في نقطة تفتيش. يقول وقفني العسكري، طبعا ظلام دامس يا جماعة فهم لازم يفتشون. يقول وقفني العسكري. يقول وفتحت النافذة له، السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول طالع فيني العسكري، طالع فيني، وطبعا يقول أنا مولع الإضاءة. يقول طالع فيني وطالع في اللي جنبي، وكان يضحك العسكري. يقول أنا استغربت منه يضحك، ثم قال لي اطلع يعني تفضل روح. يقول لما مشيت من عند العسكري كانت في مطبة بعد العسكري على طول. يقول كنت مخفف مطب صناعي علشان أخذ المطب. يقول سمعت العسكري ينادي صاحبه في الشارع الثاني في الضفة الأخرى للشارع، يقول له يا محمد شوف هذا الحمار، يقصد هذا أخونا رامي، شوف هذا الحمار مركب جنبه كيس. يقول أنا سمعت وارتعبت، سمعته وهو يقول إنه راكب جنبي تيس. يقول ما استطعت إني أحط رجلي على الكلتش وأعشق السيارة. يقول والتفت يسار، ما أبغى أشوفه، أخاف أشوف تيس. يقول المهم مشيت شوي ولا 15 متر 20 متر، ووقفت على اليمين قلت له بالله ينزل. يقول وانا ما اشوفه، ما طالعه. يقول ما طالعه. يقول خايف. يقول انا خايف، وانتم تسمعون الاخ رامي في التسجيل وهو يقول هذا الكلام. يقول انا خايف. يقول قال لي يا اخي المكان هذا مقطوع، وديني مكان ثاني. قلت لا، قلت الله